النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض ايه؟ البسبوسه. هنعمل بسبوسه باللبن مش بالزبادي. ده دي قناه الطبخ للجميع. هنعمل فيها ايه كده يا حبايبي؟ حاجه حلوه كده. هنفضي 3/4 كوب لبن اهو سخن، وهننزل عليه هنا برضو 3/4 كوبايه، يعني كوبايه الا ربع. شوف انا هحوش منها ايه المعلقتين دول، عشان كوبايه الا ربع سمنه وكوبايه الا ربع لبن، وهنا نص كوبايه سكر بودره. نزلها كده ونقلبهم جامد يا حبايبي. وهنا برضو ايه معلقتين جوز هند، وجوز الهند هنا هتبقى حسب الطلب او الرغبه يا حبايب قلبي، حسب رغبتك اهي. هنمسك نقلب كده يا حبايبي لما ايه المواد تبقى متجانسه كلها مع بعضها. هنا هنقلب كده يا حبايبي على طول اهو بمضرب. نعمل كده بالمضرب لحد كل السوائل ديت، السوائل السائله ديت بتدخل ايه مع بعضها كلها يا حبايبي. ننزل عليهم بايه؟ هنا مجهزين معانا نص كيلو سميد بسبوسه. انا جايبه ايه السميد اللي هو السايب يا حبايبي، انا بستعمله جميل جدا. يبقى على حسب العطار او المكان اللي انت بتجيبي منه، على حسب ايه جودته. فاهي هنا شايفين بقت ايه متجانسه كلها مع بعضها اهي يا حبايبي. وهنزل عليهم كده بالسميد، وانزل ايه اهو يا حبايبي. وهنا السميد يا حبايبي ما احنا ما بنعجنوش علشان ما يبقاش له عرق، لان البسبوسه ما بتبقاش لها عرق زي الحلويات التانية. لا، يا رب تخش في بعضها كده وخلاص، وبندخلها الفرن. وهنا ما حطيتش للبسبوسه لا فانيليا ولا بيكنج باودر ولا حاجات من دي، ولا خميره ولا مواد رافعه ولا اي حاجات من دي. هي ما فيش اكتر من كده. اللبن مع السمنه. شايفين يا حبايبي بايدي اهو. ما فيش اكتر من كده اهو يا حبايبي. وهنا الصينيه انا مجهزاها وايه ودهناها من القعريه بتاعتها، ما تنتش الجنوب علشان ما تتشعوطش مني ولا تتحرق اهي يا حبايبي. هنزلها كده، ننزل عليها كده اهو يا حبايب قلبي كده. مفيش اسرع من كده. وهي هنا هنبط عليها كده، نبطها نفردها في الصينيه اهو يا حبايبي. هنا بندهن وشها مثلا بايه بلبن او حاجه، او معلقه قشطه لو عندك، بس ما فيش. فهي هنا السمنه هي السمنه بتاعتها مسويه الوش بتاعها خالص اهو يا حبايبي. هنا يا حبايبي اخبط الصينيه كده عشان اطلع اي هوا منها. كده اطلع اي هوا منها يا حبايبي، اسيبها شويه ايه. وهنا هقطعها كده، احددها تحديدات ايه بالمقطع كده او بسكينه، بس مش هجيبها للنهايه ايه يا حبايبي، عشان التسويه بتاعتها تبقى ايه مظبوطه اهي. هحددها كده تحديدات بسيطه يا حبايب قلبي. عايزه الاشتراكات كده يا حبايبي، وتفعلوا زر الجرس علشان ايه القناه تظهر بيكم يا حبايبي اهو يا حبايبي. هنا طبعا اهو كده اهي. وهنا زي ما انتوا عايزين عندكم اي مكسرات عايزين تحطها عليها حطها عليها. انا هنا ما عنديش الا فول سوداني، هحط كده عليها اهو. وطبعا الزواق والحاجات دي احنا قلنا يا حبايب قلبي بيكون ايه بالرغبه
برغبتك انت. عندك مكسرات، عندك لوز، عندك فواكه مجففة، عندك اي حاجة بتحطها اهو. اهو يا حبايب قلبي، هنحطها كده. وطبعا هتخش الفرن بيها هتطلع ايه، مقرمشة وطعمها جميل. اهو يا قلب حبايب قلبي. هنا انا عندي هعمل السيرم بتاعها ايه، كوبايتين سكر بنفس الكوبايه المعياريه اللي هي عندنا في البيت العاديه بتاعت الشاي. كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، وهنولع عليهم كده، هنشغل عليهم النار لحد ايه مع بعض. هنحط ديت في الفرن. احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180. هتخش الفرن وهنولع ايه على الشربات بتاعها كده، على ما السيرم يستوي بتكون ايه طلعت يا حبايبي من البوتاجاز. اشتراكات كده يا حبايبي، وفعلوا زر الجرس عشان القناه يا حبايبي تظهر بيكم وتكبر لكم يا حبايبي. دي قناه الطبخ للجميع. هنا السيرم يا حبايبي بتاعنا غلي، بيغلي اهو. ساعه ما يغلي نقوم عصرين عليه ايه كده نص ليمونه. انا حاطه عليه محطوط عليه ايه معلقه سمنه او زبده، اي ماده دهنيه بتتحط ايه بحطها. وهي ايه والشربات بيغلي كده مع الشربات علشان ايه يا حبايبي يغلي 5 دقايق كده، واقوم ايه مبطله عليه دقيقتين كده يغلي، واقوم ايه طافيه عنه على طول. ايوه ايوه يا حبايبي، ده الشكل النهائي بتاعها اهو. طلعت من الفرن، وهنا الشربات بتاعها كان سخن، وهنسقيها كده اهو السخنه وهي سخن اهي يا حبايبي اهو. كده شايفين هتشربوا براحتها يا حبايب قلبي. هي طالعه سخنه والسيرم سخنه هتشربوا يا حبايبي. انا مش هقدر ابينها لكم دلوقتي وهي سخنه، اهدى شويه اهو. التحريره بتاعتها كده نرجع نفتحها اهو نوصلها للاخر اهو يا حبايبي. تشرب بقى السيرم بتاعها كده، نسقيها الشربات وهي سخنه يا بنات. على قد ما احنا هنطبخها ونطبخ الطبخه، وحد شاف الطبخه وحد شاف فيهم، مش هنخش نبعت لحد فلوس. اهو شايفين شايفين يا حبايبي، شايفين اهو.